استضافة الناقد الصحفي صبحي عبد السلام نائب رئيس تحرير صحيفة الكرة والملاعب. وصحيفة الكرة والملاعب واحدة من أعرق وأقدم وأول صحف الرياضة في مصر والوطن العربي وإفريقيا، يعني صرح كبير وعريق في الصحافة الرياضية، وأكيد ظهر منها العديد من النقاد والصحفيين اللي أثروا الصحافة والإعلام الرياضي. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير استاذ صبحي، صباح الفل. سعيد اهلا بحضرتك معانا، بقالنا كتير ما تقابلناش. شويه نلتقي فضائيا بس. ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. عندنا اخبار واحداث كتير جدا، لكن انا عايزين نبدا من الكره المصريه، من تحديدا اتحاد الكره وتفاصيل كتير جدا، لانه يعني الازمه الشهيره جدا، الاستشكال اللي تم تاجيله مع ان معروف الحكم مسبقا 15 مايو الجاري. لكن في خبر الحقيقه لفت نظري جدا، انه اتحاد الكره بيسعى لتشجيع السياحه الى ايطاليا واختيار مدينه كومو بديلا عن جده لاستضافه السوبر المصري. في بيان من الشركه الراعيه للجبليه انه بعد نجاح تجربه السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد السنه اللي فاتت، الوجهه القادمه هتكون ايطاليا، في محاوله منهم ل يعني اصلاح العلاقات المصريه الايطاليه. تعليق حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا طبعا، بص، عايزين نقول ان مباريات السوبر على مستوى العالم دائما ما بتتحرك من مكانها وبتقام خارج البلد. يعني حتى في كؤوس سوبر كبيره جدا اوروبيه بتروح بتلعب في قطر، في الامارات، في السعوديه، والعكس. احنا شفنا السوبر السعودي اقيم في قلب لندن، وكان مشهد اكتر من رائع هذا الموسم. وعلى فكره بتبقى حلوه يعني. طبعا بتبقى جميله، بس مش عايز نربط، مش عايز اربط بينها وبين الاحداث الجاريه بين مصر وايطاليا، لانها مساله منفصله تماما. لكن اللي انا عرفته واللي عايز اقوله لك من خلال البرنامج انه في اصرار جوه اتحاد الكوره، بالعكس برغم كلام الشركه الراعيه ان نهائي كاس السوبر هيكون موجود في القاهره، وده على مسؤوليته الشخصيه، مش هيقام يعني بره. اتمنى ده جدا، لان احنا في ظروف استثنائيه موجود في القاهره بالظبط. يعني احنا محتاجين انه كل انظار العالم تتجه لينا. يعني احنا في وقت كنا بنمر بظروف صعبه جدا، فكان وارد قوي ان انا افكر انقل البطوله بره، لدرجه ان البعض فكر ينقل الدوري بره ايام حكم الاخوان المسلمين. يعني كانوا عايزين ينقلوا الدوري في احدى الدول العربيه وفي قطر تحديدا. طبعا مساله مرفوضه انك تنقل دوري، يعني بتنقل نبض بلد. احنا ناس بنتنفس كوره بعد ام كلثوم او مع ام كلثوم. فعايز اقول علينا عشان بس السنه دي كانت صعبه جدا. كانت صعبه جدا، كان سنه فيها خزعبلات كتير. كان من هذه الخزعبلات انه البعض كان بيفكر ينقل دوري كره القدم المصري في دوله ثانيه. ما حصلش ودي كانت ده كابوس. لا مش ما حصلش ولا هيحصل. ما اعتقدش هيحصل في اضعف فرق العالم أكيد. يعني حتى في فلسطين اللي هي عندها احتلال وعندها بتلعب في مقاطعات بعيده جدا عن بعضها، واحيانا المباراه بيتم الغائها علشان ما بيقدروش يعبروا الحدود، وبيقام الدوري في فلسطين. مفيش دوله جاره قالت لها تعالى من الدوري عندنا. حصري مثلا؟ نعم، ياخدوه حصري مثلا، يعني ينقلوه حصري. لا ده ياخدوا، لا مش هياخدوا الدوري تلفزيون، هياخدوا الجثث يا رانيا. هياخدوا الجثث تروح هناك. لكن عايز اقول ان السوبر هو يعني المباراه بتكون تتويج لموسم انتهى واستقبال رائع لموسم جديد. انا بشكل شخصي اتمنى ان يكون الموسم المصري السنه دي ان شاء الله يقام في قلب القاهره، خصوصا ان في محاولات جاده وفي شكل رائع لجماهير كره القدم المصريه في مباراه الاهلي والزمالك الافريقيه في الفتره الاخيره. خلونا ناخد ده خطوه علشان نقدر نبدا الموسم الجديد بجماهير، واتمنى ان تكون مباراه السوبر هي البدايه. يعني ممكن وارد جدا ان انا ابدا ادخل جماهيري بشكل مطلق ما فيهوش اعداد بدايه من مباراه السوبر. خلينا نتخيل كده على لغه السينما، نهار خارجي في استاد برج العرب، الجماهير المصريه مثلا هنقول يعني اهلي وزمالك ايا كان الطرفين في المباراه، مستمتعين بيوم مشمس رائع جدا في طريقهم للملعب بالاغاني وبالافراح، وفي منظومه محترمه جدا للدخول، في تامين لاستاد برج العرب تحديدا، لانه بعيدة كمان. في المكان ده تحديدا المكان مؤمن بشكل رائع جدا. ايه المانع ان احنا نتخيل الخيال ده وانه يحصل هنا في ارض مصر؟ طب تعالي بقى نقول ايه المانع ان ده تكون بدايه الموسم الجديد الجماهير تبقى موجوده في كل الملاعب، يعني ايه في برج العرب بس؟ ما اعتقدش ان الدوله المصريه هتبقى عاجزه على انها تنظم مباراه كره قدم او دوري كره قدم. لا احنا بننظم دوريات من زمان. احنا كان عندنا بيبقى في 100,000 متفرج، ما كناش بنشوف قادرين على ده. اكبر موقف كان في تاريخنا سيء في جبين الكره المصريه كانت الطوبه بتاعت زيمبابوي، مش كده؟ طوبه قد كده اللي ابعدت مصر عن كاس العالم. احنا النهارده لازم يحصل نوع من انواع التثقيف، لازم نقرب من الشباب الصغير، لازم نبعد شويه عن وصفهم بالارهاب وما غيره، لانه دول في النهايه
ولادنا اكبر حد فيهم عنده 16 17 سنه، ما ينفعش ابني يبقى نازل في ثانويه عامه ولا في ثانيه ثانوي وحد يصفه بانه ارهابي لمجرد انه رايح يحضر مباراه كره قدم. انا يمكن ناديت هنا من نفس المكان وقلت بالعكس الدوله المصريه امامها فرصه ذهبيه انها تحتوي الشباب من خلال الرياضه. انت ما بتقدم لهمش وظائف، يعني في ملاعبنا ما بتقدمهمش وظائف، ما بتقدمهمش خدمات، مش بتدفع، بالعكس انت بتاخد منهم فلوس. ايه المانع ان انا اقرب منهم واحتويه؟ يا ريت لو رايح محترم يا استاذ صبحي ومن غير ما يدمر ومن غير ما يكون فيه هتافات لا، لو عدائيه، عندك قانون من بيتم غير ما تطبيقه يرفع ويرسوها ما اعتقدش من غير هيكون ما في يرفع تدبير. لافتات مسيئه لمؤسسات مهمه جدا، واحنا طبعا كلنا عارفين وفاكرين ايه اللي حصل. طبعا احنا الدوله اكيد مرحبه بالشباب، لكن لما يحصل العكس لازم يكون في تقويم. بصي انا ضد طبعا الاساءه على طول الخط، ما طبعاً. ينفعش حد لا يشيل يافطه ولا يقول لفظ خارج ولا حاجه ابدا، ولكن الاول انت حكومي رؤساء الانديه، الالفاظ الخارجه بتطلع منهم 24 ساعه في التلفزيونات. صح، معاك يعني حق. انت بتتكلمي على جماهير الكوره، طب لما يكون رئيس نادي محترم ولا رئيس اتحاد 24 ساعه بيسب وبيشتم، مفيش حد في مصر ما تشتمش وبيصدر منه. المشاكل ديت فمش عايزين نتشطر على شويه الجماهير الولاد الصغيرين اللي قاعدين في الملعب اللي انا اقدر احتويهم. انا عايز اقول لك انها فرصه كبيره جدا، وبعدين لو عندي قانون بيتم تنفيذه، لو عندي ملاعب مؤمنه، لو عندي دخول محترم بشكل منظم، لو عندي كاميرات وادوات مراقبه، اي حد يخرج عن المألوف هجيبه. انجزت مش كده؟ فاوجزت هجيبه. فاعجزت يا استاذ صبحي. بس هو ده قانون واحترام ومنظومه وكاميرات وخلي اللي يعمل شغب يعمل شغب يا سيدي، خلي اللي يرفع لافتة يرفع لافتة هيجي ويتحاسب. لكن دلوقتي احنا زحمه، ما ينفعش. احنا لحد النهارده ما استغلناش او ما استفدناش من دروس الخمس سنين اللي فاتوا، ولسه بنلعب بنفس العقليه وبندخل الملعب بنفس العقليه وبنشجع بنفس العقليه، وبرضه حتى بنتعامل امنيا مع الولاد بنفس العقليه. لا، لازم يحصل تغيير للمنظومه كامله. حد فكر يعمل ورشه عمل يا رانيا احنا مع بدايه موسم او مع نهايه موسم ازاي ممكن نستقبل ولا الجماهير؟ اتحركنا. حد جاب مفيش مسؤولي أي حاجة الانديه طبعاً. او الكب بتاع الالتراس في الاهلي ولا الزمالك ولا الاتحاد ولا المصري ولا الاسماعيلي وباقي رموز الجماهير ونتفق معاهم على سيناريو. خلي بالك سيناريو العنف انتهى في مصر. يعني سيناريو العنف اللي كان بيفرض نفسه من خلال هؤلاء الاولاد خلص. فاضل بقى ان انا اقدر احتويهم، اما ان انا اقدر احتويهم واضمهم معايا، اما انهم يفضلوا على طول في حاله عداء مع البلد. في نيجيريا يعني شفنا يعني كتير قوي قالوا كمان ان الهدف مصر، منتخب مصر في نيجيريا كان بشكل كبير جدا بسبب الجماهير اللي حضرت في برج العرب، وكانت اكتر من رائعه وشجعت بحماسه شديده وكمان جدا. كانت اكتر من رائعه في ماتش الاهلي والزمالك في افريقيا. وماتش الاهلي والزمالك في افريقيا يعني. طب ما هو مشهد طلع رائع جدا. بروفا وقدموا نفسهم بشكل رائع، ما شفناش حاجه عملت منهم. زي ما قالت سهى، حصل تامين للملعب من مسافه جيده جدا بالظبط، في برج كمان العرب. الجانب الاخر قدرت تفتشي حتى الاولاد الصغيرين اللي بيدخلوا معاهم سواء شماريخ او لافتات موسيقيه او وتم تجريدهم تماما من ادواتهم ودخلوا كان شكلهم في منتهى الابداع جوه. على فكره انا بحس ان الموضوع مش من الداخليه بس، اعتقد ان اتحاد الكره ليه يعني دور مهم جدا في موضوع عوده الجماهير لم يقم به. هو ما فيش حد في مصر عنده دور قام بيه، يعني بدايه من وزير الشباب. التقصير بيبدا من عند وزير الشباب لحد القاعده لحد مسؤولي الانديه. انا شايف انه حتى لما بتحصل عندنا ازمه اول حاجه يا رانيا بيفكروا فيها يهرب ازاي. يعني بدايه على كل المستويات. اول كلمه بتطلع منه ماليش دعوه، حتى انا مسميه وزير ماليش دعوه. يعني بيهرب من الازمه بدل ما بيواجهها. اهلي وزمالك بيهربوا من مواجهه الازمه. اتحاد الكوره بيقول لك انا مش طرف عندما بتحصل مصيبه. طب اشمعنى انت طرف دلوقتي وبتحط مناخيرك في ماتشات الاهلي والزمالك وعايز تحكم اعداد الجماهير فيه؟ لو في اراده اللي هو براها اصلا هيعمل. لو عنده الاراده، لو في اراده عند المسؤولين كلهم. والله انا بقول لو في قانون واضح، يعني يمكن تنظيم دوري المحترفين هيوضح الامور شويه، هيعمل جمعيات ربنا يحيينا بقى. دوري المحترفين ده امتى؟ السنه الجايه مش بربطة. الانديه المصريه جاهزه لده بالكامل. الدوري القادم المفروض انها اخر مهله من الاتحاد الدولي لكره القدم. ده اللي احنا بنسمعه بقالنا فتره، لكن هل الانديه المصريه جاهزه لده؟ لا مش جاهزه لده. برافو عليك، سؤال هايل جدا. هل الاتحاد الكوره فكر ازاي هيشغل دوري المحترفين؟ هل اتحاد الكوره فكر ازاي هيشكل اللجان اللي هدير الدوري بعيد عنه؟ هل اتحاد الكوره هيوافق يبقى متفرج؟ لا، هي اسئله كتير جدا. يعني انا بقول لك المفروض ان انا عندي 17 18 فريق في الدوري، هيبقى عندي 17 18 ملعب. عندي ملاعب تستوعب؟ ما اعتقدش. هل في جمعيات للجماهير اتعملت في الانديه بتاعت الدوري بالكامل؟ ما حصلش. او حتى لو الملعب مؤجر ولكن على لمده لا سنه يؤجر على عادي مفيش مشكله. بس انا الملعب في مصر لا يستوعب هي اكتر من تفاصيل كتير جدا، لكن هل احنا مستعدين؟ هل اتحولت الانديه لشركات كره قدم؟ هل الانتخابات القادمه يا استاذ صبحي هي المؤثره في الامر ده؟ هل احنا دلوقتي المعركه الانتخابيه هي اللي بتحدد ده؟ ما هو بصي، طالما اتكلمنا عن دوري المحترفين عايز اقول لك في حاله تطبيق الدوري الانديه اللي هيكون لها حق التصويت هتبقى انديه الدوري الممتاز والدرجه الثانيه. ماشي؟
وهنبعد كل جمعيات الكباب والكفته بتاعت وده مش في مصلحه كتير من مراكز الشباب والانديه الأطراف. الصغيره اللي بتحكم الكره في مصر ودايما بتاخدها للمسار الشمالي. وده مش في مصلحه كتير من الاطراف. لا انا بالعكس، يعني انا شايف انه لا، في مصلحه الكره المصريه بالتاكيد ان يكون في تنقيه ويكون في أوقات اعاده جديد. تنظيم للجمعيه العموميه، بالظبط. لكن في بعض الشخصيات معتمده بشكل اساسي جدا في نجاحها على الانديه والاصوات طب ما خلاص بقى، ما احنا قلنا هنستبعدهم. انا عارف انت عندك 4200 مركز شباب، يمكن نصهم بيصوت في اتحاد الكوره. طبعا الكلام هزلي يعني. ما ينفعش، ما فيش دوله في العالم بيحكمها جمعيه عموميه بهذا الكم. هم ال 16 17 نادي زي انجلترا او في غيرها، وهنضم لهم انديه الدرجه الاولى في مصر. حلو قوي، دول يبقوا قوام الجمعيه العموميه. الناس يبقى عندها القدره حتى على الاختيار، بتبقى عارفه المسؤولين. انما انت بتجيبي لي مراكز شباب طول اليوم عمالين سابوا اتحاد الكوره وبيلفوا دلوقتي على الصعيد على النجوع ما تحكي لنا والقرى. كده يا استاذ صبحي الكواليس ايه في اتحاد الكوره؟ يعني بعد ال 15/5 ده التاريخ المحدد، الموقف هيكون ايه؟ 3 شهور لغايه اجراء الانتخابات، الخريطه كده الانتخابيه والاسماء اللي هنا طبعا اللي احنا عارفينه مهندس هاني ابو ريده والكابتن سمير زاهر، دول الاسماء المعلنه على رؤوس القوائم. ايه الكواليس ايه؟ يعني خلينا نتكلم في كواليس القضيه بتاعت اتحاد الكوره. عايز اقول لك ان احنا بنعيش مهزله، لانه اتحاد كره القدم كان مفترض النهارده يكون في حل لحكم المحكمه، وحكم المحكمه انا من وجهه نظري صعب جدا يتطبق، صعب اجيب الاتحاد واحله، هعرض مصر لعقوبات قد تصل الى حد التجميد. يبقى احنا دلوقتي قدام كارثه حقيقيه. كان الحل من وجهه نظري الاتفاق اللي تم بين الوزير وبين مجلس اداره اتحاد كره القدم ان هم يقدموا استقاله جماعيه. حصل هذا في احدى الليالي القاهريه. لا طلعوا عيال مش لما ده تاني يوم الصبح نسي الكلام. والمساله بقت اخطر من الاول، لانه الوزير لو صدر قدامه الحكم يوم 15 عليه اولا انه ينفذ، نمره 2 لو نفذ هيبقى عارف ان الفيفا واقف متربص بالاتحاد الكره. لو قدموا استقالتهم الحل هيكون هيبقى الحل ان يدير المنظومه المدير التنفيذي لاتحاد كره القدم لحين اختيار لجنه مؤقته لاداره شؤون الاتحاد لحين اجراء الانتخابات. وهو ده الحل. والاطراف هتقبل بده، يعني حتى الناس اللي رافعين من القضيه المفترض. لكن الكارثه ان الاطراف الموجوده في اتحاد كره القدم بيقول لك على جثتي انا قاعد على الكرسي لحد الاخر، لانه بيحتمي في قوانين الاتحاد الدولي، وهو طبعا ذكي ومع حق، لانه لو تم الاطاحه بيه بشكل او باخر من خلال حكم محكمه ده هيدفع مصر الثمن. انها تنتهي ازاي القصه دي؟ انا قبل ما تنتهي وقبل ما افكر دايما بقول اللوائح والقوانين يا سهى. يعني اذا كان ده حطينا في الموقف ده، طب تعالى نفكر نعمل محكمه رياضيه. تعالى نبعد ده القانون بقى، ده حضرتك هتاخدنا النقطه ثانيه عن قانون الرياضه ومشاكلنا عن محكمه الاسره ومحكمه الطفل اللي بتبص في قضايا كره القدم. اعمل لي محكمه رياضيه وفرغ ذهن الدوله خالص بعيد عن هذا المضمار. ابعد. انت ليه بتحب الصدام؟ يعني ليه حتى في ماتشات كره القدم في مصر عن الفزاعه بتاعه التدخل الحكومي؟ الامن مكانه بره. ليه بتصدم الامن بالناس؟ الامن ليه بتحمله فوق طاقته؟ خلي الامن بره يامن من الخارج وشركات خاصه بتامن من الداخل. يا جماعه المنظومه بتدور عندنا يا رانيا بشكل خاطئ جدا، وما عندكيش عنصر واحد بيدار بشكل جيد. هل شايف ان المجلس الاداره القادم في اتحاد الكوره هيقدر ان هو يدير بالفكر السليم دوت كره القدم، ولا برضه هيكون في نفس الاعضاء ونفس الوجوه ونفس الفكر ما بيتغيرش؟ لا الفكر مش هيتغير الا اذا حصل تغيير في العقول، والعقول مش هتغير الا لو جبت ناس جديده خالص عن المشهد تماما ما تولتش المسؤوليه. احنا سامعين ان في يعني خلينا نتكلم بشكل مفتوح موجوده هترشح نفسها برضه نفس الاسماء. يعني لو جينا قلنا سمير زاهر نجح، طب ايه اللي هيقدمه سمير زاهر؟ الراجل اللي ربنا يديله الصحه داخل على 80 سنه يدير منظومه كره القدم. طب خلينا نقول مين اللي مع الكابتن سمير زاهر في قائمته؟ يمكن والله بغض النظر احنا عندنا دايما في مصر في ديكتاتوريه اتخاذ القرار. طب ما يمكن يجيب دايما الرئيس بيكون عنده كل الاجوبه لكل الاسئله. متخصصين يعني. طب اكمل لك فانا اشك في انه عقليه اداره الاتحاد بشكل كان موجود. فانا مش عايز الكلام ده يتحسب عليا ولا ضد الكابتن، انا مش ضده والله ابدا ولا مع حد تاني، ولكن برضو الكابتن سمير زاهر اللي كان موجود في ازمه مصر والجزائر وسعت اول فجوه بالمسلسل اللي عملوه اللي كان دمه تقيل جدا وودانا كلنا في داهيه. هنا بريده راجل انا شايف انه عقليه كويسه جدا، وبالمناسبه انا والله 3-4 سنين ما شفتوش ولا كلمته، لكن انا عارف ان هو عنده علاقات خارجيه جيده. وجوده في المكتب مش الازمه اللي في عقليته بس، وجوده في الفيفا الفيفا ممكن يحل لنا مشاكل كتير. ممكن يفتح لكره القدم المصريه افاق كتيره جدا. فانا شايف ايا كان بقى مين اللي معاه. يعني هنا بريده واحد من، عشان برضه ما حدش يقول ان انا بدعم هنا بريده، هو ديكتاتور جدا، هو عندما يتكلم فليسمع الجميع. يعني طب ايه الجديد يا استاذ صبحي في حاله انه المهندس هاني ابو ريده
هو يعني حتى سواء ظاهر على السطح او من وراء الكواليس هو اللي بيدير الكره المصريه، حتى هو المسؤول عن المجموعه اللي موجوده دلوقتي بعد ما اللوائح يعني ابعدته عن الترشح في اللحظات الاخيره. ايه الجديد بقى اللي هيحمله لما يكون رئيس رسمي؟ لما يكون هنا أبو ريدة مش رئيس رسمي لاتحاد كره القدم، في حاله الاخفاق او السقوط ما اقدرش احاسبه، مش كده؟ لكن لما يكون هو رئيس الاتحاد المصري لكره القدم هقول له ستوب وتعالى حاسبك. لا، الفرق كبير جدا. انا ما اقدرش احاسب هنا أبو ريدة على اي اخفاق عدى. ليه؟ لان اللي وثق في هنا أبو ريدة وجابه في التوقيت ده عشان يشرف على منتخبات او غيره المجلس الحالي. اذا اللي يستحق المحاسبه رانيا المجلس الحالي، هو اللي جاب هنا المجلس أبو ريدة. الحالي، وهو اللي جاب المجلس الحالي. برضه المساءله في النهايه تبقى للمجلس مش لهنا أبو ريدة. لكن عند هنا أبو ريدة ما هيحكم، انا اتصور ان الوضع هيختلف شويه، لان هو الراجل بيتم تجهيزه من سنوات طويله جدا علشان يوصل الى النقطه اللي احنا فيها دي. نمره واحد. نمره اتنين، هنا أبو ريدة عنده شخصيه قويه. النمره ثلاثه، وده دايما احنا كمصريين بيفرق معانا كتير، راجل ربنا يزيده بسم الله ما شاء الله مبسوط، يعني مش هيمد ايده، فاهماني؟ يعني مش من دلوقتي نقدر نقول عليه حرام، لا بالعكس، انا شايف انه ممكن يصرف على اجزاء كتيره جدا موجوده في اتحاد كره القدم. عنده شخصيه قويه جدا، راجل قيادي، وبعدين عنده علاقات خارجيه. انا مش بقول انه هينجح. عندنا الجمعيه العموميه لها عقليه مختلفه عن عقليتي وعقليتك وعقليه رانيا. هم عندهم امور تانية بتحكم اختيارهم للصوت، فاهماني؟ امور بتدخل فيها فنادق وبتدخل فيها اظرف مغلقه وبتاع. انا ما اعرفش مين فيهم هيدفع اكتر علشان ينجح، لكن في النهايه عايز اقول لك انه يا رب الجمعيه العموميه اللي جايه ما تكونش مفتوحه قوي وبتضم عدد كبير من سمعنا اسم الوزير السابق عبد المنعم عماره ممكن يتم يرشح نفسه ايضا لرئاسه الاتحاد. والله بصي، هو الملعب مفتوح اهلا بيه، بس انا ما اتصورش ان عبد المنعم عماره ممكن يرجع تاني، لانه راجل غايب عن المشهد من فتره طويله جدا. انا اتصور ان حظوظه هتكون مش عاليه. يمكن المنافسه هتنحصر في النهايه بين هنا أبو ريدة وسمير زاهر، وان كنت شايف انه هذا الصراع ليس في صالح كره القدم المصريه. انا محتاج شخصيه تانية. وهيستمر الصراع للنهايه؟ حضرتك تتوقع ده؟ لا، ما اعتقدش هيكون صراع قوي، يعني هيتم حسمه يمكن حتى من البدايات يعني. بس هو في نقطة واحدة بس أنا هختلف مع حضرتك فيها، إنه مش أيا كان مين اللي في القايمة، لكن لأن أنا بتمنى إنه نكون بقى في عصر التخصص، يعني إنه مثلا كابتن سمير زاهر أو المهندس هاني أبو ريدة أيا كان مين اللي هيكون موجود على رؤوس القايمة كرئيس للاتحاد، إنه يكون في خبرات، إنه يكون في ناس متخصصة في كافة المجالات، إنه نخرج من إطار الوجوه هي اللي بتدور في يعني كرة القدم في فلكها من فترة طويلة، يكون في المتخصص في التسويق، المتخصص في امور مختلفه، المطلع على الكره العالميه. يعني هو ده اللي انا بتمناه، انه ما يكونش الشخص الاوحد اللي هو رئيس الاتحاد هو المتحكم في كل الامور. نؤمن بالعلم والتخصص. لو طبقت نظام الاحتراف مفيش ده. لو طبقنا نظام الاحتراف في مصر مش هيكون اتحاد كره القدم حتى بالكامل هو المتحكم في المنظومه. هيكون في اتحاد موازي بيدير، اللي هو لجنه الكره، لجنه الانديه المحترفه هي اللي هتدير، واللجنه دي هتكون مشكله من انديه الدوري. يعني احنا عايزين نبطل فزلكه ونقول مين يدير ومين بتاع، لا، الناس دي كلها هتقعد تتفرج، هتدير من بعيد، هتحط استراتيجيات، تخطط بقى. ولكن عايز اقول لك انت متفائله قوي، لان الوجوه الموجوده سواء مع هنا أبو ريدة او سمير زاهر او اي طرف ثالث هيدخل هي نفس الوجوه اللي كانت موجوده ما هو ده اللي انا بقوله. مفيش. لكن الكلامك ممكن يتطور امتى؟ في اللجان اللي عامله داخل الاتحاد. يعني انا عندي لجنه اتصالات اجيب حد في خبير الاتصالات، عندي حد في لجنه الملاعب اجيب حد خبير ملاعب زي اشرف صبحي، زي رطب، زي الناس الكتير اللي اشرفت على الملاعب العلم يا استاذ صبحي مهم جدا ان احنا نحترمه بشكل علمي. ما هو انا مش هجيب صبحي عبد السلام اقول له تعالى امسك لي استاد القاهره، فاهماني؟ يعني هعمله لك بقى شارع. اجيب صبحي عبد السلام يمسك الاعلام مثلا مكانه متخصص فيه بالظبط كده، واقول له اعمل لي كمان قبل ما تيجي تقعد على البوزيشن بتاعك اعمل لي تصور للفتره اللي جايه. صح. هتقدر تقدم ايه للاتحاد على مدار 4 سنوات. حط لي خطه عمل، مش بقول لك النهارده تعالى اقعد وبعدين اقعد فكر سنتين وفي سنه الثالثه تبتدي تكون عملت اصوات وتبتدي تشتغل على، يكون عندك 3-4 قضايا تحل فيهم لغايه ما الاتحاد يخلص. لو محترف وبايد اللجان دي عشان تبقي بشكل محترم، بتشتغل بشكل محترم، لابد تكون مدفوعه الاجر. ومش هيكون في قضايا او مدفوعه الاجر. الحكم اللي بيروح بياخد فلوس، الراجل اللي ماسك لجنه الاعلام بيقبض، الراجل اللي بيشتغل في لجنه المسابقات بياخد فلوس علشان اقدر احاسبه. انما هو النهارده مفترض ان هم بيشتغلوا شغل يعني تعاوني. احنا شفنا يعني صوره جميله كده مرسومه لاداره لكره القدم، نتمنى انها تتحقق فعلا. يا رب يعني يا رب. طيب نروح سريعا للمنتخب المصري واستعداداته لامم افريقيا. وطبعا احنا في مباراه في لتنزانيا امام تنزانيا يعني يوم 4 يونيو، وسمعنا عن تمثيل